اليوم للاسف المنتخب المغربي في مقابله اولى انهزم. اليوم نشوفوا منتخب ياباني، على فكره المنتخب الياباني هذا يحضر الاولمبياد الجايه. نعم. يعني حتى في السن اصغر من المنتخبات الاخرى. يعني ممكن مواليد 2008 المنتخبات الأكثرية، المنتخب الياباني الأكثرية مواليد 2009. وهذا التخطيط والاستراتيجية الواضحة للبلدان وللدول، وخاصة المنتخب الياباني أحسن مثال. اليوم منتخب ياباني أقل سن بسنة، ممكن خاطر في السن هذايا 6 أشهر تفرق، فما بالك سنة. يعني 2008 2009 الناشئ أو اللاعب يفرق من حيث البنية الجسمانية ومن حيث التفكير، من حيث المهارات، من حيث كل شيء. اليوم على الورق كنا نقولوا انه منتخب مغربي قوي وقوي جدا وهو بطل افريقيا، وهذا صحيح، لكن الكرة تعطينا حاجة أخرى، والكرة ليست بعلم صحيح إلى حد ما. منتخب ياباني قدم مقابلة كما يلزم، استغل الثغرات، استغل الهفوات، والهدف الثاني خير دليل، هفوة فردية من المدافع خلت الفريق يستغل سوء التفاهم، وخلت الفريق الياباني يستغل المساحة ويستغل الهفوة، ويعني كل شيء جاء مع بعضه باش الهدف الثاني يسجل. 2-0 نتيجة تعتبر خيبة أمل كبيرة للمنتخب المغربي وبطل إفريقيا. دخول مميز للمنتخب الياباني لكأس العالم، لكن كل شيء جائز، كل شيء مازال المقابلات. أتمنى أن المنتخب المغربي يعوض في قادم مقابلات إن شاء الله بإذن الله تعالى. أبو حمد، كان بالإمكان أفضل ما كان بالنسبة للمنتخب المغربي الشقيق، يعني مثل ما تفضل الكابتن وجدي، إنه هفوات بسيطة سواء في الهدف الأول أو حتى في الهدف الملغي وكذلك الهدف الثاني. يعني نعم دكتور خالد، شوف مثل ما توقعنا أن الشوط الثاني راح يتحرر المنتخب المغربي وراح يهاجم وراح يغامر بالمهاجم، ولكن طالبنا في نفس الوقت بالحذر في الدفاع. يعني شفنا احنا الهدفين المنتخب الياباني دائما من هجمة مرتدة سريعة ومباغته وعنصر المفاجأة دائما، يعني والجول الثاني من خطأ وتمريره في ربكة سببها الضغط العالي والحضور الذهني للمنتخب الياباني صراحة. فاعتقد مثل ما تفضلوا يعني خيبة امل من الشوط المباراة الاولى، ولكن ما زال الامل موجود بالنسبة حق المباراة الجاية. اعتقد الفرصة موجودة، مع تخسر في البداية، ولكن في كثير من المواقف في فرق كثيرة خسرت في المباراة في الجولة الأولى ولكنها وصلت لنهائي كأس العالم. أعتقد المباراة ما زالت في أقدام اللاعبين والمدربين. الأهم ما في الأمر أن لازم تصحيح الأخطاء في المباراة القادمة. نعم. بلجيكا تسجل التعادل كابتن لحساب مجموعتكم. اليوم احنا نتكلم عن مواجهة أيضا أرجنتينية بلجيكية تصب في مصلحته وفي حسابات المجموعة التي يرافقها المنتخب التونسي ومنتخب فيجي. تعادل ايجابي، تعادل في مصلحه اكيد المنتخب التونسي اذا كان يفوز على منتخب فيجي. لو تدخل اليوم الدوره بالنسبه لمنتخب تونس وانت متحصل على 3 نقاط، ومنتخبين يعني اللي باش يتنافسوا معاك على بطاقات ترشح اليوم الارجنتين وبلجيكا نقطه لو يكمل هكا المقابله، تخلي المنتخب التونسي في المرتبه الاولى. ومن الناحيه الذهنيه اكيد يعطي دافع معنوي كبير برشا المنتخب التونسي. اتمنى انه المقابله تفضل بالتعادل 1-1، واتمنى انه تونس اكيد تفوز في المقابله ان شاء الله. الهدفين المنتخب الياباني مباراه يمكن المنتخب المغربي ما تعامل معها بالشكل الصحيح اذا صح التعبير. بصراحه للاسف خساره المنتخب المغربي، كنا نمنيو النفس والانفس باش المنتخب المغربي يبدا البطوله كما يلزم وينتصر على المنتخب الياباني، لكن كما كنت نحكي قلت انه كرة القدم خالد، كرة القدم تغيرت في العالم، التطور اهم من النجاح. مرحبا بكم. اذا المنتخب المغربي يسقط في اول امتحان امام المنتخب الياباني في كأس العالم بقطر لاقل من 17 سنة، في مقابلة شهدت الحضور ديال الجماهير المغربية اللي ساندت وازرت المنتخب المغربي، وكذلك القطريين والخليجيين ساندوا المنتخب المغربي في هذه المقابلة، وكذلك شهدت الحضور ديال وليد الركراكي الناخب الوطني للمنتخب الاول، والذي اعطى دفعه معنويه كبيره جدا سواء للاعبين او للطاقم التقني للمنتخب المغربي. كلها ظروف
وكذلك رقعة الملعب اللي كانت جميلة جدا. كلها ظروف لم تسمح للمنتخب المغربي ولم يستغلها للفوز في هذه المقابلة. الشوط الأول كان كله مغربيا، المغرب اجتاح المنتخب الياباني طولا وعرضا، محاولات بالجملة وكذلك السيطرة على الكرة وتضييع العديد والعديد من الفرص، ولكن المنتخب الياباني الكمبيوتر الذي عطل الأسود، عطل شراسة الأسود المغربية في الشوط الثاني، واستغل الفرص والمساحات اللي تركها المنتخب المغربي في الخلف، وقدر أنه يسجل 2 الأهداف بمثابة رصاصة الرحمة أسقطت الأسد المغربي في فخ الخسارة الأولى. غادي تشوفوا المحبط بهذه الطريقة هذه لأننا مولفينش الهزيمة، دائما مولفين الانتصارات مع المنتخب المغربي الشباب، المنتخب الأول وفي جميع الفئات، ولكن هذه الهزيمة لم تكن متوقعة خاصة مع فوز الجيران المنتخب التونسي ب 6-0 أمام المنتخب الفيجي. صحيح أنه منتخب مغمور ولكنه أخذ 3 نقاط في أول مقابلة. المنتخب المغربي كننتظروا مقابلة صعبة جدا أمام المنتخب البرتغالي اللي فاز اليوم ب 6-0 أمام منتخب كاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا، منتخب جد متواضع، ولكن المقابلة المقبلة أمام المنتخب البرتغالي يعني لا يمكن للمنتخب المغربي أي نتيجة غير الانتصار. غادي تدخلوا في دوامة الحسابات. التعادل في هذه المقابلة أمام المنتخب البرتغالي وحتى الفوز في المقابلة الأخيرة غادي يدخل المنتخب المغربي في دوامة الحسابات، خاصة المنتخب الياباني قادم بقوة وبشكل رقما صعبا في هذه المنافسة. جوج المنتخبات غادي يطلعوا على رأس المجموعة. نتمنوا المنتخب المغربي يفوز المنتخب في المباراة ديال المنتخب البرتغالي يوم 6 في الشهر، يعني بعد يومين. وكذلك في المقابلة الأخيرة من منتخب كاليدونيا الجديدة، صحيح أنه منتخب جد متواضع ولكن يجب الفوز في مقابلة البرتغال تفاديا للحرج. الآن المنتخب المغربي أمام امتحان عسير أمام المنتخب البرتغالي، كذلك صحيح أن الجمهور غادي يكون كله خلف المنتخب المغربي. هذه الخسارة أمام منتخب اليابان غادي تكون بمثابة يعني صحيح أنها صعبة وقاسية، ولكن غادي تكون بمثابة يقظة وضربة على الجبين من أجل أن ينهض المنتخب المغربي في المقابلة الثانية وتصحيح ما يمكن تصحيحه وعدم تضييع الفرص التي عانينا منها ضد المنتخب الياباني. كون حسبنا الفرص في الشوط الاول المنتخب الياباني غادي بالتاكيد غادي نفوزوا بالنقاط الثلاث، ولكن في الشوط الثاني المنتخب الياباني اخذ الثقه وانقض عليها بالنواجذ وسجل هدفين شكل رصاصه رحمه كما قلت اللي فقدنا بها 3 ديال النقاط في هذا العرس العالمي لقب 17 سنه. نتمنى المنتخب المغربي المقابله المقبله يعود بقوه. سنتابع كذلك كل اللقاءات ان شاء الله. مسج دائما الاعجاب والاشتراك، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.